انا جيت. مين اللي قال ان الشركات المصريه ما تقدرش تخش سوق المنافسه وتعمل حاجات تكسر الدنيا؟ دول عاملين حته واحد ايس كريم ترند مكسر الدنيا. فوناتا ده عامل ضجه جامده جدا لدرجه ان المكان اللي انا جبت منه في السوبر ماركت قال لي ان اول ما بينزل بيخلص بسرعه. انا استغربت من اللي هو بيقوله، بس الظاهر كده بعد ما دورت عليه اكتشفت ان هو فعلا قليل ما بلاقيه، وده مدل على شيء يدل ان هو بيخلص بسرعه جدا. انا جبت كام منتج مصري جديد وشركات جديده، شركات مصريه، فقلنا نكمل بقى ونشوف بقيه المنتجات. المنتج ده نزل ترند وعامل قلبان جامد جدا، فيلا بينا نجربوه مع بعض ونشوف بقيه المنتجات المصريه هتستحق تدخل سوق المنافسه ولا لا. يلا بينا يلا بينا. دول شويه المنتجات اللي احنا جبناهم، دول كلهم شركات مصريه ونازلين سوق المنافسه بشكل شرس جدا مع شركات تقيله جدا المفروض ان هم مقاطعه، واحنا مننا قطعنا الشركات الثانيه المنافسه، فاحنا قررنا ان احنا نشتغل في المصري. دي منتجات مصريه بديله واسعارها اقل من 10 جنيه. يلا بينا نشوفهم مع بعض ونجربوهم واحد واحد. المنتج ده انا كنت جايب منه قبل كده نوع تاني اسمه تقريبا اوريو او حاجه زي كده، دوت نوع تاني بديل لشركه تانيه. خلينا نشوفوه برده، ده سعره 6 جنيه. هو انا ما اعتقدش بصراحه ان هيقدر ينافس الشركه الاولانيه، فهنشوفوه مع بعض هل هو نفس اللي فات ولا في حاجه متغيره. انا شايف ان هو بيقلده بالظبط، بس ما اعتقدش انه هيبقى زيه. يلا بينا ندوق طعمه. بص، هو في اوبشن عن اللي فات. طعم الكريمه في اللي فات كانت احلى، بس طعم البسكوت في ده مقرمش وطعمه احلى. يعني انا شايف ان البسكوت بتاع الشركه دي افضل من الشركه بتاعت فرايداي، فدي تكسب في البسكوت والتانيه تكسب في الكريمه. لكن كمنتج مصري الاثنين بينافسوا بعض بشراسه وفي حته حلوه. يلا بينا نروح المنتج اللي بعده ونشوفوه هل بردك ينفع ينافس ولا لا. جرانتا، هم مش المفروض ان هي عاملين ده بيقولوا ان هي جرانتا مانجا، كاتبين ان هي مانجا طبيعي كمان، فهنشوف بقى هي طبيعي ولا اي كلام. بالمناسبه الساندوتش اللي وريته لكم ده كان سعره 6 جنيه، ديت سعرها 5 جنيه، فطبعا انا قلت لكم ووعدت لكم ان الفيديو ده هيبقى فيه كل حاجه اقل من 10 جنيه. دي شكلها بعد ما طلعناها من الكيس، هندوق بقى طعمها ونشوفوا ايه نظامه. يلا بينا يلا بينا. يا ولاد اللعيبه، طعم المانجا فعلا طبيعي والكريمي قوي. عايز اقول لكم بقى ان في، لو انتوا واخدوا بالكم ان في مانجا لونها غامق ومانجا لونها فاتح في النص، المانجا اللي في النص لونها فاتح طعمها قوي اكتر من المانجا الاطراف، فبصراحه تحفه جدا. 5 جنيه الصيف ده هنشوف عظمه. يلا بينا نجربوا العسليه اللي بيقولوا عليها دي سعرها 6 جنيه برضو. انا اتصدمت برضو بصراحه من سعرها. هي تقريبا، بصوا هما كاتبين ان هي اسمها عسليه، بتفكرني ببليزو اللي معموله اللي هي البسكوت دي. يلا نفتحها مع بعض ونشوفها من جوه عامله ازاي. بسم الله. بس الظاهر ان هي سايحه مكسره. بسم الله. طعم الشوكولاته بتاعتها تجزع قوي، طعم السكر فيها عالي قوي، كمان دول طعم من جوه عامل ازاي. بصوا هي فيها كريم كراميل كتير قوي، طعم الكريم اللي جوه مش احسن حاجه، الطعم مع الشوكولاته اللي هي كتير جدا مع الكريم كراميل مع الكريمه اللي جواها مش طعمها مش لذيذ، فمخليها منتج مش احسن حاجه. المنتج ده للاسف كنت مستبشر بيه خير بس فشل معانا، مش احسن حاجه. ده سعره 6 جنيه، فخلينا نجربه منتج تاني ويلا بينا. بما ان احنا متعودين على الكونو بتاع زمان بقى والحاجات اللي دخلت معانا في المقاطعه دي، عاملين لنا حاجه اسمها مولوتوف. طبعا هم كاتبين ان هي مولوتوف وشوكولاته غرقانه في شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. دي سعرها 8 جنيه، وفارق جدا معايا ان انا اعرف طعمها ايه، لان هي لو حلوه هتبقى هتغطي على حاجات ياما في السوق، خصوصا ان هم كاتبين ان هي فيها صباع شوكولاته بالداخل. مش عايز اقول لكم اللي هيحصل بعد الكاميرا ايه. طبعا كلنا عارفين ان ده ما بيترماش. خلينا ندوق الطعم. بسم الله. طعمها روعه حلوه جدا، الشوكولاته اللي فيها دايبه قوي، فيها شوكليت شيبس فوق، مخلي طعمها في حته تانية. بصراحه انا بحاول اوصل لتحت لقطعه الشوكولاته اللي قايلين عليها، بس انا بفكر اجيب معلقه. جبنا معلقه، تعالوا نشوفوا بقى فيها شوكولاته من جوه زي ما قالوا ولا لا. هي ما فيهاش للاسف، ما فيهاش شوكولاته من جوه، بس هو للعلم هي طعمها كريمي جدا وطعمها ممتاز قوي. انصحكم لو لقيتوا المنتج ده هاتوه، اسمه مولوتوف. 8 جنيه بس، هي بصراحه عظمه العظمه. مولوتوف وفولكانو كده ولعت. هنشوفوا دوت بقى سعرها 10 جنيه برضو، هنشوفوا بقى عامله ايه من جوه. انا بحب جدا المنتجات اللي بتنافس بعض دي. تعالى نشوفها مع بعض. اوبا، ايه ده. كده مضطرين نفتحها من جوه ونشوفوا شكلها. بصوا هي شكلها شكل الميجا اللي احنا متعودين عليه، لو تعرفوها طبعا اكيد كلنا عارفين الميجا، بس هي طبعا عشان مقاطعه معانا دلوقتي فبالتالي احنا بندور على بدايل. هي ريحتها جباره بصراحه. تعالوا ندوق الطعم عامل ازاي بقى. بسم الله. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. هم تقريبا مستخدمين فيها اجود انواع الشوكولاته،
طعم الشوكولاته ممتاز 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 جدا. الشوكولاته الكريمي اللي من جوه نفسها، الكاكاو اللي من جوه طعمها كريمي قوي ودايب جدا، فمديها طعم كده مع الشوكولاته اللي بره في حته تانية صراحه. 10 على 10. دي برضو سعرها 10 جنيه زي ما اتفقنا ان انا قلت لكم ان المنتجات بتاعتنا كلها اقل من 10 جنيه، فانا شايف بصراحه ان المنتجات دي كويسه جدا وتقدر تنافس بشكل شرس. طبعا احنا مخلين البطل ده للاخر، هنجرب اخر حاجه قبل البطل بتاعنا. بصوا دي سعرها 5 جنيه، اسمها جويل. انا ما اعرفش عباره عن ايه بصراحه، اول مره اشوفها اول مره اجربها، بس هي شركه مصريه 100% برضو، انا اتاكدت من ده، وهي اصلا مكتوب عليها ومكتوب مكانها فين وكل حاجه عنها. خلينا نشوفها من بعض جوه عامله ازاي. منتج عادي جدا. الورقه بتاعته من بره بصراحه شكلها خداع. لو المنتج ده مصري خلينا بقى نتاكد من طعمه عامل ازاي. بسم الله. لا لا لا، ايه ده ايه ده، طعم الشوكولاته فيه صعب قوي بصراحه، طعمها مش حلو. طعم الكريمه فيه تقريبا تكاد تكون معدومه، مش كريمه خالص، انا مش فاهم ايه ده. لكن بصراحه المنتجات اللي قبل منه كانت اعظم. انا بصراحه اول مره اشوفه، ما اتمناش ان هو ينزل سوق ايا كانت. وحش جدا وطعمه صعب خالص بصراحه. سعره 5 جنيه بس مش حلو بصراحه. خلينا نجرب المنتج الاخير والبطل بتاعنا، كوناتا، البطل بتاع الحلقه. نشوفوه مع بعض عشان هم منزلينه ترند مطلعينه فوق قوي. تعالى بقى نشوفه هو ينفع يبقى فوق ولا يرجع مكانه. اوبا، ايه الشكل الجامد ده، ايه الحلاوه دي، بصوا كده شكله رائع جدا. تعالى بقى ندوق الطعم. بسم الله. الله، طعم الكريمه اللي فيه حكايه. بس اعتقد ان دي مش كريمه بس، دي كريمه وعليها كراميل تقريبا. هما كاتبين ان هو ايس كريم فانيليا مع صوص الكراميل والفراوله ومغطاه بالشوكولاته البلجيكيه والفاخره والمكسرات. بصراحه هما مبدعين، يعني هم عاملين ميكس غريب. انا مش عارف بس فين الفراوله اللي موجوده في الموضوع ده. هم كاتبين ان هي كريمه بالكراميل، فانا شايف طعم الكراميل واضح، لكن لغايه دلوقتي ما طلعش طعم الفراوله، هو يعني فيها فراوله. فانا عايز اعمل حاجه مجنونه معاكم كده، نكسروه من تحت كده نشوفوه. ياه، الحشو وصل لغايه فين، بصوا حلو قوي. انا نفسي اعرف هم خادمينه بالشكل ده ازاي. حتى البسكوت بتاعه طعم الحليب باين فيه قوي ومقرمش، وفيها حته الشوكولاته اللي متعودين عليها دايما في الكونو بتاعنا دي مالكم. بصراحه طعم حلو قوي، طعم حلو جدا. 10 جنيه برضو، سعره 10 جنيه. انا شايف ان هو يستحق يطلع ترند ويستحق ندور عليه ويستحق نلاقيه بالسعر ده واكتر من كده كمان. فشابوه، منتج جديد نزل السوق المصري بشكل شرس جدا، هو الاحسن لحد دلوقتي، عجبني جدا، طعمه حلو جدا مقارنه بالحاجات اللي كانت موجوده معانا، هو افضلهم. في منتجات موجوده في السوق حلوه جدا، وفي منتجات ما كانتش حلوه خالص ركناها على جنب. خليكم فاكرينها كويس جدا عشان لو شفتوها ما تقربوش منها لان طعمها سيء جدا. وده العسليه والبتاع ده ابعدوا عنه خالص، طعمه وحش جدا. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، واحب اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا كل حاجه جديده تنزل معانا. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.